انطلقنا مع كتاب سي ماهر كمون لتقديم عائلة آل كمون انطلاقا من الدار هذه اللي هي تعود إلى عائلة كمون. ثم جاء كتاب سي عبد الوهاب الجمل اللي هو كان موسوعة لكل ما قيل من الموروث الاجتماعي متاعنا من لي بروفيرب اللي تقالت. اليوم بالطبيعة الدكتور لسعد الزويري هو ولد الدار على أساس أنه ينتمي إلى المجلس العلمي والبيداغوجي الأكاديمية، وبالطبيعة ما نجموش كتاب يتكلم على الموسيقى ما يقعش إدراجه ضمن السلسلة هذه. إن شاء الله تكون سلسلة متواصلة على مدى الأشهر القادمة. كل ما نعاود نذكر كل ما كان هناك كتاب فيه تقديم لموروثنا الحضاري إلا وتكون الأكاديمية مفتوحة لتقديم هذا الكتاب وفرصة لتلاقي الوجوه المعروفة، الوجوه الثقافية اللي تحب تكون موجودة وتحب تناقش مثل هذه المواضيع. ثم دعوة كريمة من مدام وفاء زحاف والجمعية اللي هي قاعدة تعمل في دور كبير في صفاقس وفي تونس وعلى المستوى المغاربي. اثنين، ما أكثرش رمزية من أني نحكي في قضايا الموسيقى التونسية وإحنا في إطار معناها تقليدي تونسي، معناها هكا تسمعوا في النغمات، معناها يعني أوني بلان دودون معناها دونك. وأكيد التوجه الأكاديمية في الأخر هو الحفر في الذاكرة والبحث عن سبل جديدة للإبداع، للنقد الموسيقي، للكتابة الموسيقية، للتأليف، للبحوث الموسيقية وما إلى ذلك. والكتاب هو تأسس على هذا المبدأ تقريبا. هو الكتاب موضوع على ذمة الباحثين الكل على المستوى العربي وحتى على المستوى الدولي، لأن القضايا المطروحة الحقيقة هي تم ديما نحكي من الجانب التونسي، ولكن هو النموذج راهو الحديث يمتد إلى تقريبا الموسيقى بشكل عام. الكتاب فيه تجديد لأنه كما أسلفت موضوعين في التقديم يجمع بين الجانب النظري والجانب المهاري. من يقرأ هذا الكتاب إن لم يكن مختصا سيستفيد من الناحية النظرية، إن كان مختصا سيستفيد مهاريا صناعيا ونظريا. وأنتم تعرفوا أن الموسيقى تجمع بين النظري والتطبيقي، بدون هذا لا يستوي ذاك والعكس بالعكس. الحاجة الجديدة اللي اشتغل عليها الكتاب أولا هو نتيجة تراكم لعمل جماعي في سي لسعد، كان من نجم نقولوا من الرواد، ولكن لمجموعة كاملة، حلقة كاملة نواة حول المعهد العالي للموسيقى بصفاقس، بدأت في منتوجات تتراكم، ومن بين مخرجاتها مثل هذا الكتاب اللي يعطي مصطلحات جديدة، يواكب أولا نظرية المعرفة في حقوق الموسيقى عالميا، ولكن يبتدع مصطلحات جديدة، يتعمق في علاقة الخطاب الموسيقي التونسي ويعترف أن هناك موسيقى تونسية، ويحاول أن يبين مدى علاقة هذا الخطاب بالهوية. أنا شفت كتاب سي لسعد الزويري هو تتويج لمسيرة ربما تو عمرها 10 سنين. هو انطلقت الفكرة معناتها أنه عمل وحدة بحث الخطاب الموسيقي، البحث في الخطاب الموسيقي، تحليل الخطاب الموسيقي اللي عندها توا ظهر لي سنة 2012. ومعناتها في الفترة هذه معناتها عدة مؤتمرات تتحدث عن الخطاب الموسيقي، ونشوف الكتاب هذايا هو تتويج للفكرة اللي بداها سي لسعد الزويري الحقيقة، وأنه معناتها يجب على الباحث في العلوم الموسيقية الآن نظرة إلى التحليل الموسيقي، نظرة مغايرة لنظرة التحليل الموسيقي ولا العالم الموسيقى خاصة في أوروبا. الموسيقى العربية التونسية والعربية بصفة عامة والمقامية بصفة أشمل هي موسيقات عندها مدلول اجتماعي، لابد من الأخذ بعين الاعتبار لهذه المعاني والمدلول الذي يأتي وراء الظاهرة الموسيقية. يخص كتاب اليوم هو كتاب أستاذنا الدكتور سي لسعد الزويري اللي يخص قضايا الخطاب في الموسيقى التونسية، واللي طرح برشا
يعني مواضيع شيقة وهامة تمسنا الكل، خاصة احنا في الأكاديمية بما أن يعني ندرسوا في الملوف في الموسيقى التونسية، يعني في صلب الموضوع متاع قضايا الخطاب في الموسيقى التونسية، وفرحانين برشا بهالمولود الجديد اللي نضاف لمجموعة الكتب متاع سي لسعد وللجامعة التونسية بصفة عامة وجامعة صفاقس بصفة خاصة.